طبعا دي مش الحقيقه. انا طبعا ببرها وبعملها حلو وهعمل لها اي حاجه تطلبها مني طول ما انا قادره، بس انا من اول الجواز حطيتولي سيستم وجدول ومواعيد وكل حاجه وما اتكلمتش، ومع ذلك ما بيتقاليش شكرا. لا، ما هو لو المطلوب منك اكبر من مقدرتك هتعمليه طالما ده اللي يريح امي. انا طول اليوم مش موجود وسايب لك البيت وقايل لك طلباتي عند امي. حاجه زي دي بقى انت كنت المفروض تتكلم معايا فيها من الاول. من ايام الخطوبه كنت وضح لي القوانين بتاعتكم دي، بدل ما احنا كنا بنتكلم في كل واي مواضيع مش مهمه ومش هتاثر على علاقتنا. ما اتكلمناش واللي حصل حصل، ودلوقتي انا جوزك ومطالبه تسمعي كلامي، ودلوقتي انا بقول لك هتنزلي تعتذري لها. ايوه بس انا ما غلطتش عشان اعتذر، وانت المفروض ما ترضاليش بحاجه زي دي. ومفيش حد بيغلط بيشوف نفسه غلطان. اعتذري لها ايا كان مين الغلطان، دي ست كبيره. ولو قلت لا، ولو قلت كمان ان انا محتاجه اخواتك يساعدوا معايا في اهتمام بمامتك، هترد تقولي ايه؟ يبقى كل واحد فينا يروح لحاله ويا دار ما دخلك شر. انا بس عامل حساب لكلام الناس، هيتقال من اول جوازهم طلقها ليه. ايه ده بالبساطه دي عادي كده؟